احنا عارفين ان الكون ده ضخم جدا بشكل ما يتخيلهوش، وهضرب لكم مثال بشوية الرملة دول. بس قبل ما اقول لكم محتاج اوضح لكم كام حاجة. الاول تخيل كده اننا سيبنا الضوء يسافر لمدة ثانية واحدة حوالين الارض. تعرف لو عملت كده الضوء هيلف حوالين الارض 7 مرات كاملة. تخيل معايا كده الطيارة بتاخد وقت قد ايه علشان تلف حوالين الارض 7 مرات كاملين. الضوء بقى بيعملها في ثانية واحدة بس، وبالسرعة المهولة دي الضوء بياخد 8 دقايق كاملين علشان بس يوصل لنا من الشمس، لأنه الشمس بعيدة عننا جدا، وفي الحقيقة هي بعيدة عننا بحوالي 150 مليون كيلو متر. ودلوقتي بعد ما أخدت فكرة عن سرعة الضوء وبعد الشمس عننا، تخيل بقى الضوء علشان يسافر من طرف المجرة للطرف الثاني محتاج 100 مليار سنة، وكل ده واحنا بنتكلم عن الكون المرئي بس. وورا الكون المرئي ده في كون تاني غير مرئي اللي ما نقدرش نشوفه ومستحيل نشوفه. والعلماء تقريبا حسبوا حجم الكون الغير مرئي مقارنة بالمرئي، ووصلوا لاستنتاج انه اكبر ب 15 مليون مرة من الكون المرئي. واحنا دلوقتي جاهزين علشان نضرب المثال بتاع الرمل. تفتكروا كام حبة في شوية الرملة دول؟ بصوا كده، ممكن تقول لي 10,000 20,000 أو حتى 30,000. ولو أخدت شوية أكبر إحنا هنا بنتكلم عن حوالي مليون حبة رمل. كل دول شوية من شاطئ واحد بس. وشوف الشاطئ ده كبير قد إيه وضخم جدا. لو جمعت كل الشواطئ اللي على كوكب الأرض وكل حبة رمل موجود عليها، تخيل التريليونات والتريليونات من حبات الرمل الموجودة. وقصاد كل حبة رمل واحدة، ركز معايا، قصاد كل حبة رمل واحدة في مليار كوكب، سواء في الكون المرئي أو الغير مرئي، كلهم على بعض. مع ذلك لو لقيت مجرد شبشب مرمي في نص الشاطئ، مستحيل انك انت تقول انه هو اتواجد من العدم، لانه في تفاصيل وعلامات بتقول انه هو في حد صنعه او صممه، وده متصمم بالحرف علشان يجي على مقاس رجلي واقدر امشي بيه. علشان كده هو متصنع بالشكل ده. عقلي دايما هيرفض فكرة انه هو اتواجد من العدم او انه هو ظهر كده من الولا حاجة. اكيد في حد صنعه او صممه. فلو الشبشب لازم يكون ليه مصمم او صانع. امال بقى مليارات وتريليونات الكواكب الموجودة في الكون ده كله، وكوكبنا ده لوحده اللي بيضم حياة وعقول زي وزيك كده. علشان كده مش غريب ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكروا فيها شوية كده. في ناس هترفض فكرة وجود الخالق وإنه كل ده تواجد من العدم. فربنا بيقول لك: انت فاكر بجد انك انت اتخلقت من العدم، او انك اتخلقت كده فجأة كأنك صح، وانه كل المليارات والتريليونات من الكواكب والمجرات دي كلها جات من العدم؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: بسم الله الرحمن الرحيم، أم هم الخالقون. يعني هل هم اللي خلقوا نفسهم؟ أيوة، في ناس مصدقة إنه الكون ده خلق نفسه بنفسه. طيب أنا دلوقتي بسأل الشخص ده سؤال: هل أنت تقدر تخلق نفسك؟ هترد وتقول لي: لا طبعا، ده مستحيل. لأنه علشان تخلق نفسك لازم تكون موجود قبل ما تخلق نفسك علشان تخلق نفسك، وده تناقض. فإزاي بقى كل الكون ده من مجرات لكواكب قدر إنه هو يخلق نفسه؟ ده تناقض برضه. فالحقيقة اللي عايز أقولها لك إن إحنا عايشين في كون مصمم بدقة وإبداع من ربنا سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. وكل العلامات والآيات اللي حوالينا دي علشان ترجعك ليه قبل ما ترجع له في الآخرة. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. سلام.